ازيكم وحشتوني ويلا بينا نعمل القرنبيط التحفة ده مع بعض. ولادك هيحبوه وهيطلبوه منك على طول. القرنبيطة بتاعتك اهي هتقطعيها بالشكل ده. انا هعمل نص قرنبيطة. طبعا في حلة على النار هنغلي مية وهننزل بمعلقة ملح ومعلقة كمون. ولما المية تغلي هنسقط القرنبيط عشان نسلقه. هياخد من 6 دقايق ل8 دقايق. هو كده بقى جاهز. هتصفيه من المية وحطيه على جنب دلوقتي. وفي الهون بتاعك هتجيبي كام فص توم مع شطة وكمون وكزبرة ناشفة وملح وحبة خضرة هتفرميهم. هتحطيهم في بولة وهتكسري عليهم بيضتين. قلبيهم وبعد كده انزلي عليهم بنص كوباية دقيق ومعلقة كبيرة نشا. النشا هيخليه ما يشربش زيت. ونص معلقة كركم وده هتديها لون ذهبي جميل. نص كوباية لبن اختياري اللبن. ونص كوباية مية. هنعمل عجينة لا هي سايلة ولا هي ناشفة. وطبعا هنزود الخضرة عشان بتفرق جدا في الطعم. كده الخلطة بقت جاهزة. هنجيب القرنبيط اللي صفيناه ونسقطه في الخلطة ومنها على الزيت الساخن بالشكل ده. هنقلبه لونه ذهبي بسبب الكركم. اللون جميل جدا بسبب الكركم. وطبعا هما مش شارب زيت على فكرة ومقرمش برضو بسبب معلقة النشا. هتوفر لنا زيت كتير. ولما تيجي تنزلي بطاسة تانية نضفي الطاسة من الحاجات اللي فيها دي عشان ما تتحرقش وتعمل دخنة في البيت. وكملي الكمية كلها. وفي الآخر اهو القرنبيط جاهز وجميل هيتقدم مع سلطة. وما تنسيش اللايك والمتابعة.